السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك دولة تونس الشقيقة الميدالية الثانية اللي بتحققها على إيد اللاعب البطل محمد خليل جندوبي. البرونزية الثانية ليه بعد فضية طوكيو. بيحقق الميدالية الأولمبية الثانية ليه، البرونزية الأولى الميدالية الأولمبية الثانية في وزن 58 كيلو جرام في رابطة التايكوندو. الحقيقة الجندوبي تحسن كثيرا حتى عن المرة اللي فاتت في الأداء. صحيح هو النهارده بيحقق ميدالية برونزية بسبب خسارته قصاد الكوري بارك تايجون، ولكن في تحسن كبير جدا على مستوى الثقة، على مستوى الأداء، بغض النظر عن الهزيمة. يعني أنا ما ببصش لفكرة الفوز والهزيمة قد ما ببص للثقة وببص للحاجة الفنية. جندوبي يتحسن كتير، الثقة في نفسه زادت بشكل كبير جدا. خد البرونزية طبعا بسهولة شديدة جدا على الأسباني أدريان فيزنتي. تقريبا كان واخد الطريق كله زي الفل. أدى مباراة قوية جدا، عبر عن نفسه بشكل هايل. حتى المباراة اللي خسرها ممكن أقول إن هو خسرها بسبب عامل الثقة شوية كان زيادة عن اللازم، ولكن اللاعب الكوري كان عامل خطة يعني بصراحة جيدة جدا في التعامل معاه وفي اللعب قصاده. ولكن ده لا يمنع انه لا يزال 22 سنة جندوبي معاه ميداليتين اولمبياتين، لسه قصاده عمر طويل جدا ان شاء الله في الملاعب. ممكن يحضر بطولة، ممكن يحضر 3 دورات اولمبية، مش اتنين بس. يعني ممكن يفضل يلعب لحد 34، وممكن في كل بطولة او كل دورة اولمبية يحقق ميدالية. فانا شايف انه في تحسن في المستوى، وشايف انه برغم انه ممكن يكون في احباط من احرازه الميداليه البرونزيه المره دي، ولكن انا بشوف انه الجندوبي ان شاء الله المره الجايه ذهب، مفيش اي مشاكل باذن الله، لكن بشرط انه يحافظ على ادائه ده ال4 سنين الجايين. الف مبروك لشعب تونس، والف مبروك لتونس ميداليتها الثانيه بعد فضيه فارس فرجاني بطل السلاح. وان شاء الله مزيد من الانتصارات لتونس العزيزه. الف شكر حضراتكم، السلام عليكم.